السلام عليكم. تيجوا نعمل سجق بنفس طريقة السجق اللي بناكله من عربيات السجق ومطاعم التيك اواي. كمان هنعرف ازاي نعمله ويفضل محتفظ بشكله وما يتفتحش ويتهري مننا. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هنحتاج كيلو الا ربع سجق. السجق اللي معايا ده سجق بلدي جايباه من الجزار. ممكن كمان اجيب السجق بتاع الشركات. السجق سبته بحجمه زي ما هو، بس قطعت كل قطعة لنصين. بلاش نقطعه قطع صغيرة عشان ما تفتحش مني في التسوية ويتهري. لو عايزينه قطع صغيرة بعد ما يستوي اقدر اقطعه قطع اصغر من كده. معايا كمان بصلتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيرة، وطماطمتين كبار مقطعاهم برضو مكعبات صغيرة، واربع فلفلات مقطعاهم قطع صغيرة، ونص راس توم. بس كده. اجي بقى كده في طاسة احط شوية زيت صغيرين. لما الزيت يسخن احط البصل واشوحه. لما البصل ياخد تشويحة بسيطة احط بقى التوم انا قطعته قطع صغيرة، ممكن كمان نفرمه. بلاش نضيف التوم من الاول مع البصل لان التوم بياخد تسوية بسيطة جدا، مش زي البصل بياخد وقت اطول في التسوية. احط بقى كمان الفلفل واشوحهم مع بعض. مش عايزة احمرهم، بس مجرد ان انا اشوحهم والاقي لونهم دبل شوية. اجيب بقى كده السجق وانزله عليهم. السجق ما بتغسلش. افرد السجق في الطاسة واسيبه ياخد تشويحة بسيطة. مش هاجي جنبه خالص لحد ما يبدأ لونه يتغير. اضيف شوية مية صغيرين عشان ما يلزقش معايا. مجرد ما الاقي لونه بدأ يتغير اديله بقى تقليبة كده بسيطة واسيبه. لما اجي اقلب السجق اقلبه بالراحة جدا عشان ما يتهريش، كمان عشان ما يتفتحش. اقلبه تقليبة صغيرة جدا واسيبه يكمل تسويته. النار عايزاها تكون متوسطة عشان مش ينشف معايا ويلزق، وكمان يفضل محتفظ بطراوته. اضيف بقى التوابل، معلقتين صغيرين ملح، معلقة ونص فلفل اسود، معلقة ونص بهارات سجق او بهارات لحمة، رشة صغيرة جدا كمون، معلقة بابريكا، نص معلقة بصل بودر، نص معلقة توم بودر، ونص معلقة كزبرة ناشفة. واحط شوية مية صغيرين واقلب السجق. اقلبه تقليبة صغيرة جدا. كمان لما اقلب بحرص وبالراحة جدا. السجق مش بيحتاج تقليب كتير عشان ما يتهريش ومش يتفتح. بس كده هسيبه بقى يكمل تسويته. بعد 10 دقايق اضيف له الطماطم في الاخر خالص. عايزة الطماطم تفضل محتفظة بحجمها وبلونها، ما تتهريش معايا عشان السجق يبقى شكله جميل. ممكن كمان اضيف معلقتين صلصة واسيبه 5 دقايق كمان. شايفين بقى كده شكل السجق؟
ما تهراش معايا، ولسه كل واحدة بوحدتها زي ما هي. كده السجق بقى جاهز. السجق ما بياخدش تسوية كتير، الكمية اللي معايا خدت ربع ساعة على النار. مش عايزين نسيبه اكتر من كده عشان مش يتهري، وعشان كمان طعمه مش يتغير. السجق لو فيه توابل بلاش نكتر التوابل والبهارات اللي احنا بنحطها. السجق اللي معايا هنا فيه بهارات وفيه توابل عالية، عشان كده انا مش كترت البهارات بتاعت السجق. شايفين السجق كل واحدة محتفظة بشكلها، ما تهرتش معايا وما اتفتحتش. منحطش السجق كتير على النار، كمان مش هنزود المية قوي عشان برضو ما يتهريش معايا. ما تنسوش وانتوا بتعملوه تصلوا على النبي. بألف هنا.